السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم اجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا. طلاب الصف الثالث ثانوي الشعبة الأدبية، أهلا بك يا سيدنا في الفيديو الثالث ليك. إن شاء الله شرحنا لك بفضل ربنا الفيديو اللي فات معامل الارتباط بطريقة بيرسون. إن شاء الله هنشرح لك النهاردة معامل الارتباط بطريقة سبيرمان، وهنعرفك الفرق بينهم وليه تستخدم ده وليه تستخدم ده. واولا كده جمعه مباركه عليكم، اظن بقى من الجلابيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. اول حاجه يا سيدنا، احنا خدنا في الفيديوهات اللي فاتت الارتباط. الفيديو اللي فات كنت قلت لك يعني ايه ارتباط ويعني ايه ارتباط بطريقه بيرسون، صح؟ قلت لي ايوه. قلت لك طب كنا قلنا الارتباط ده هو ايه؟ قلت لي هو علاقه بين متغيرين، صح؟ قلت لك ايوه. قلت لي طب كنا العلاقه بين المتغيرين دي عباره عن ايه؟ قلت لك كان علاقه الهدف منها ان انا اعرف درجه ونوع الارتباط. كان الهدف من العلاقه ايه؟ ان انا اعرف درجه ونوع الارتباط. قلت لك جميل. كان الارتباط عندنا بنقسم لكام حاجه؟ قلت لي اول حاجه كان في علاقه طرديه، تاني حاجه كان في علاقه عكسيه، تاني حاجه كان في المنعدم، تالت حاجه كان في علاقه عكسيه. قلت لي جميل. قلت لك طيب بعدها نيجي للعلاقات دي. بعد ما كنا بنجيبها كان في حاجه اسمها درجه الارتباط. درجه الارتباط ده كان بنقسم لايه؟ قلت لي كان في تام اللي هو اقوى حاجه، وبعدها كان في قوي، وبعدها كان في متوسط، وبعدها كان في ضعيف. قلت لك جميل. قلت لك طب كنا بنعرف نحدد دول ازاي؟ قلت لي في الاول خالص في الارتباط انت كنت قلت لي حاجه اسمها شكل الانتشار. من شكل الانتشار ومن الرسم بعرف العلاقه طرديه ولا عكسيه. قلت لك طيب. قلت لي بس شكل الانتشار جه في حاجات فشل فيها. قلت لي ايه؟ قلت لي كان اوقات بيجي لي جداول مره تحول لطردي ومره تحول لعكسي، فانا الدنيا تاهت مني. فهنا لجئنا لحد اسمه عمو بيرسون. عمو بيرسون قال لك لو انت ما بتعرفش بشكل الانتشار درجه الارتباط والكلام من ده فتعالى انا هقول لك قانون. قلت له قول لك يا عم بيرسون. قال لي انا هخليك تجيب حاجه اسمها معامل الارتباط اللي احنا بنرمز له بره. طب معامل الارتباط ده كان بيعمل ايه؟ قال هيديك كده الرقم اللي هيطلع لمعامل الارتباط دوت هتعرف منه كام حاجه. قلت له قول لي. قال لي اول حاجه معامل الارتباط ده بيبقى محصور من 1 لسالب 1. يعني معامل الارتباط يا اما 1 فيما اقل يا اما -1 فيما اقل، ما بين الواحد والسالب 1 في الفتره دي. لو انت فاكر الفترات فاحنا شرحناها في الحصه التاسيسيه. الفتره يعني المحصور بينهم. تقول لي هو ايه اللي محصور بين 1 والسالب 1؟ الصفر. ما انت قايل ان الصفر منعدم. قمت قايل لك لا، ما هو في واحد 9 من 10 8 من 10 900 من 100، كل دي اقل من 1. 900 من 1000 قصدي، كل ده اقل من 1. قلت لي تمام. فاول حاجه قلنا ان هو محصور بين 1 وسالب 1، يعني معامل الارتباط لازم يطلع ما بين 1 وسالب 1. قلت لك جميل. قلت لي تاني حاجه قال لك لو اشاره معامل الارتباط طلعت معاك موجب يبقى الارتباط طرد، طلعت معاك سالب يبقى الارتباط عكس، طلع معاك صفر يبقى الارتباط منعدم. قلت لي جميل. قلت لك طب وكان تالت حاجه بنعرف درجه الارتباط منين؟ قلت له والله انت قلت لي من الواحد تام، قلت لي من اول الواحد لحد الستة قوي، قلت لي من اول الستة لحد الاربعة كل ده 4 من 10، يعني دي 6 من 10، دي 6 من 10، دي 4 من 10. من اول ال6 من 10 لحد ال4 من 10 ده متوسط. من اول ال4 من 10 لحد الصفر ده ضعيف. الضعيف الصفر ده المنعدم. قلت لك لحد دلوقتي الكلام جميل، الكلام جميل. قلت لك اصلا الجزء ده تقريبا ملغي من عندك فمش هيسالك فيه. يعني انت كل اللي انت هتعمله ان انت تجيب نوع الارتباط طردي ولا عكسي ولا تام، وده موضوع سهل وعرفنا نجيبه ازاي. طب قلنا له يا عم بيرسون انت كنت قايل لنا نحل ازاي؟ عم بيرسون قال انا قايل لك قانون وقايل لك احفظه. قانونك ايه يا عم بيرسون؟ قلت لي شرطه كسر كبيره. قلنا لك فوق كان في ايه؟ قلت لي كان في نون في مجموع س ص ناقص مجموع س في مجموع ص. قلت لك جميل. قلت لي وكنت حاطط لك جذرين في المقام اخوات، واحد س وواحد ص. ازاي الكلام ده؟ تعال نشوف. الجذر الاول كان نون في مجموع س تربيع ناقص مجموع السين الكل تربيع. الناحيه الثانيه ياخد اهو بس بالصاد. قلت لك كان الناحيه الثانيه نون مجموع ص تربيع ناقص مجموع الصاد الكل تربيع. قلت لك تمام. طب انت كده عمو بيرسون حل لي كل المشاكل، ليه هيخلونا ندرس بقى طريقه لسبيرمان؟ قلت لك عمو بيرسون قال لك والله العظيم انا ما بتعاملش غير مع الارقام، ما بفهمش غير بلغه الارقام.
يعني ما بعرفش اتعامل مع غير مع ارقام. جبت لي اي حاجه غير الارقام، جبت لي اي جدول في حاجه غير الارقام مش هعرف اتعامل. واحد قال لي هو في جدول فيها حاجه غير ارقام؟ قلت لك ولنفترض يا سيدنا لو انت جيت مثلا في جامعه وتقديراتك بتطلع يعني نتيجتك بتطلع تقديرات، فانا مثلا نتيجتي بتطلع في جامعتي بيجيب لي امتياز جيد جدا، ممتاز جيد جدا، جيد، مقبول، وبفضل ربنا انا ثابت على المقبول. بفضل ربنا انا ثابت على المقبول. فبيجيب لي كل الكلام ده في الجامعه، ما بيقوليش انت جبت كذا من كذا في الماده. طب لو انا عايز اعمل بقى اعرف مثلا نوع الارتباط بين مادتين عندي، اميزهم ازاي؟ فعمو بيرسون لما جينا نعرض عليه الموضوع قلنا له احنا عايزين نتعامل مع البيانات الوصفيه اللي هي الكلام. قال لك والله العظيم كان على عيني، انا ما بعرفش اتعامل مع الوصف. قلنا له طب نعمل ايه؟ قال ساعتها هنروح لعمو سبيرمان. عمو سبيرمان بقى يعمل لنا ايه؟ قال عمو سبيرمان ده قال لك بص انا هديك قانون، القانون ده تقدر تتعامل بيه مع الوصفي وتقدر تتعامل بيه مع زي بيرسون مع الرقمي او الكمي. يعني عمو سبيرمان بيقدر يتعامل مع كل البيانات الوصفي والكمي. الكمي ده اللي هو الرقمي. قلت له طب يا عم سبيرمان هتتعامل مع عصف ازاي؟ يعني هتعمل لي قانون اقسم فيه جيد جدا على ممتاز والكلام من ده؟ قلت لك لا. عمو سبيرمان قال لك انا هتعامل مع حاجه اسمها الرتب. قلنا له يعني ايه الرتب؟ قال ترتيب العناصر. يعني ايه ترتيب العناصر؟ يعني العناصر اللي هتجيبها لك هنرتبها لا اما تصاعدي لا اما تنازلي، شرط اللي هعمله فوق هعمله تحت، وده هتفهمه اكتر في الامثله. ففهمنا الفرق سريعا بين بيرسون وليه ما قلناش هنستخدم، وليه امتى مش هنستخدم بيرسون ونروح لسبيرمان. قلت لي ايوه. وافتكرنا قانون بيرسون، والحصه اللي فاتت شارحين بيرسون بالتفصيل الممل وحلين امثله. نروح بقى لعمو سبيرمان. قانون عمو سبيرمان كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لك 1 ناقص 6 في مجموع الفه تربيع. الفه دي اللي هي ايه؟ الفه دي اللي هي حاجه عندك اسمها فرق، اسمها ايه يا سيدنا؟ اسمها فرق الرتب. يبقى الفه دي اللي هي ايه؟ اللي هي فرق الرتب. فرق الرتب دي اللي هي ايه؟ لما اجيب رتب السين ورتب الصاد هطرحهم من بعض واربعهم، هو ده الفه تربيع. مجموع العلامه دي كنا خدناها، دي السيجما وموجوده في قانون بيرسون. العلامه دي معناها ايه؟ مجموع القيم. قلت لك تمام. نروح لبعدها لحاجه اسمها النون. النون احنا كنا خدناها في بيرسون. قلت لي انا عارف النون اصلا. النون هي ايه؟ هي عدد العناصر. قلت لك شاطر. يبقى انا كده عرفت كل الحاجات اللي في القانون. ما عليا ان انا لما يجي لي مساله اجيب المعطيات دي عشان اروح اعوض في القانون. القانون بسيط بسيط وسهل، بس خلي بالك بس احنا غلطانين في دي في السلايدز دي. المفروض التربيع هنا نون تربيع مش نون ناقص واحد الكل تربيع. يعني القانون نون تربيع مش نون ناقص واحد الكل تربيع. وقلت لك اهو قانون سبيرمان بيتعامل مع حاجه اسمها رتب البيانات. قلت لك رتبه البيانات دي اللي هي ايه؟ اللي هي ترتيب العناصر لا اما تصاعدي لا اما تنازلي. شرط اساسي اللي هعمله فوق هعمله تحت. لمينا تقريبا الدرس اللي فات، لميته لك سريعا ولميت لك كل حاجه وبتكلم عنها وبتكلم فيها، وشارحين برضو كل اللي فات دوت في فيديو لوحده. نيجي بقى نشوف بنحل ازاي بطريقه عمو سبيرمان. عمو سبيرمان قايل لك فوق ان هو بيتعامل عادي مع الارقام وفي نفس الوقت بيتعامل مع البيانات الوصفيه. جبت لك مساله بالارقام ومساله بالبيانات الوصفيه عشان نشوف هنتعامل معاها ازاي. اول حاجه بروح اعملها قلت لك هروح ارتب العناصر بتاعت السين وارتب العناصر بتاعت الصاد. لو رتبت فوق تصاعدي يبقى ارتب تحت تصاعدي، لو رتبت فوق تنازلي يبقى ارتب تحت تنازلي. تنازلي من الكبير للصغير، تصاعدي من الصغير للكبير. طيب قلت لك تعالى يلا نرتب عناصر السين. سمي الله وابدا يابا. قلت لك يلا يا باشا السين اهي اكبر. تعال نرتب تنازلي. اكبر حاجه عندك يا سين؟ قلت لي ال 12. يجي بعدك ايه يا 12؟ قلت لي والله الثمانية. طب في كام 8؟ قلت لك في 8. قلت لي اكتب ال 8 زي ما هم. طب يجي بعد ال8 ايه؟ ال7. يجي بعد ال7 ايه؟ ال5. يجي بعد ال5 ايه؟ 4. يبقى انا كده كتبت كله 6 عناصر. قلت لك هو يا عمو سبيرمان ده بيعتمد على ايه؟ قلت لي رتبه البيانات. رتبه البيانات يعني ايه؟ يعني رتبهم. قلت لك طب ما يلا اجري رتبهم. اول ما تكتبهم ترصهم جنب بعض تنازلوا او تصاعدوا روح رتبهم بسرعه. ادي 1 2 3 4 5 6. واحد قال لي ثانيه. قلت له ايه؟ قال لي في 8. ليه هتدي الواحده 2 وواحده 3؟ ما هما الاثنين متساويين. قلت لك جدع. ساعه ما بنلاقي ما بقوم رايح مرتبهم كلهم جنب بعض.
يعني في 8 في 3 بقوم رايح مرتبهم كلهم الترتيب العادي 1 2 3 4 5 6. وبعدين بقى عشان اجيب رتبه كل واحد، رتبه كل واحد الرقم اللي عليه، يعني الواحد ال 12 رتبتها 1، السبعه رتبتها 4، الخمسه رتبتها 5، الاربعه رتبتها 6، ما عدا الحاجه المتشابهه. يعني لو في حاجه في منها كذا حاجه، بمعنى الثمانيه في منها متشابه، قلت لي كده في 8، طب كان في 3 8 نفس الموضوع، بعمل حاجه اسمها الوسط الحسابي للرتب. تاني معلش، الوسط الحسابي للرتب. الوسط الحسابي ده اللي انت كنت خدته يا سيدنا، كان بيقول لك مجموع القيم على ايه؟ على عددهم. قلت لك طب حلو، هروح اجيب مجموع القيم على عددهم، 8 8 زائد 16 على الاثنين ف 8، اروح اكتب الرتبه بتاعت كل واحده 8، اقول له يا عمنا مجموع قيم الرتب، انا ما بتعاملش مع الارقام، اتعامل مع الارقام دي ان هي بيانات وصفيه اكنها كلمه، فاهم؟ فانا بروح اتعامل مع ايه؟ مع الرتب. فانا هجيب الوسط الحسابي للرتب بتاعت الثمانيه، الثمانيه مره واخده 2 ومره واخده 3 صح؟ اجيب الوسط الحسابي للاثنين دول، فيبقى 2 زائد 3 على مجموعهم اللي هو 2، اللي هو يبقى 5، 2 و3 5 على مجموعهم على عددهم اللي هو 2، 5 على 2 هيبقى 2 ونص. يبقى كل 8 من الثمانيتين دي رتبتها هتبقى 2 ونص. تعالى نكتب تحت كل 8 من دول 2 ونص. عرفت كده رتبه كل واحده باخدها ازاي؟ بكتب كله، بقوم كاتبهم كلهم جنب بعض، اقوم راصصهم. اول حاجه تنازلي او تصاعدي، ثاني حاجه اقوم رايح مرقم 1 2 3 4 5 6 وما ابصش على الارقام دلوقتي. بعد ما ارقم اروح اشوف في حاجات متشابهه، لقيت 8 لقيت 3 لقيت 4، اجيب الوسط الحسابي بتاع الحاجتين المتشابهين. تمام. نروح نرتب عناصر الصاد. بس خلي بالك ان انا قلت لك بجيب الوسط الحسابي من الرتب مش من الارقام، يعني بجمع الرتب على عددهم. قلت لي تمام. تعال رتب الصاد. يا صاد اكبر حاجه عندك؟ تقول لي والله ال10. تاني حاجه عندك يا صاد؟ قلت لي 7. انا ليه برتب تحت تنازلي؟ لان انا رتبت فوق تنازلي. بعد ال7 في ايه؟ في 3 ستات، ماليش دعوه متكررين ولا لا دلوقتي، ما ببصش على دي. بعد الستات ايه؟ بعد الستات والله عندي 4. دول كام اللي تحت دول؟ ادي 2 و3 5 6 كده مظبوط. قلت لك ساعة ما تكتبهم جنب بعض روح رقم بسرعة وما تبصش على اللي متكرر. ادي 1 2 3 4 5 6. قلت لي جميل. قلت لك بعد ما اروح ارقمهم قلت لك بتعمل ايه؟ نروح نبص في حاجات متشابهه ولا لا؟ في حاجات شبه بعضها. قلت لي في 3 ستات زي بعض. اعمل ايه في ال3 ستات دول؟ اخد الوسط الحسابي للرتب. الوسط الحسابي للايه؟ للرتب، اللي هو ايه؟ مجموعهم على عددهم. يعني هجمع 3 زائد 4 زائد 5، اجمع 3 زائد 4 زائد 5 اللي هي الرتب، ما تروحش تجمع لي الارقام، بقولها للمره الالف اهو. يبقى 3 زائد 4 زائد 5 ادي 9 9 و3 12، 12 على عددهم اللي هو 3، يبقى رتبه كل واحده فيهم هتطلع كام؟ 4. عموما لما تلاقي 3 ارقام شبه بعض روح خد الرقم اللي في النص ده بيبقى الوسط الحسابي. يعني لو جبت لك مثلا 1 و2 و3 و4 و5 وقلت لك عايز الوسط الحسابي بدول، هم مجموعهم على عددهم، او ممكن تقول لي 3 هو يبقى وسط الحساب. تعال نجمعهم كده، 3 و3 6، 6 و4 10، 10 و5 15، 15 على 5 فيها 3، فهتلاقيه كده طلع معاك ايه؟ الرقم اللي في النص. فعموما اعملهم بطريقه مجموع القيم على عددهم وما تتعبش نفسك، تروح تعملها على الاله الحاسبه لو صعب عليك هتطلع معاك 4. فاذا رتبه كل 6 من الستات دي 4. يلا نروح نكتب تحت كل واحده فيهم 4. ادي 4 ادي 4 ادي 4. كتبنا الرتب يابا؟ قلت لي قلت لك يلا بقى نروح نبص ايه الخطوه اللي هنعملها بعد كده. جبت الرتب؟ قلت لي بروح بعد اعمل الجدول بتاع بيرسون. كنا بنعمل فيه ايه؟ قلت لي كنا بنعمل س وصاد، س تربيع صاد تربيع س في صاد. تاني س وصاد، س تربيع صاد تربيع س في صاد. تمام. قلت لك طيب جدول سبيرمان بقى بنعمل ايه؟ س صاد رتب س رتب صاد فرق الرتب فيه تربيع. انا بعمل الجدول ده كله يا جماعه عشان اجيب الفيه تربيع ده. فانا عايز السين والصاد اللي هو مديهم لي عادي اروح ارصهم تحت بعض، بس خلي بالك بنرصهم بترتيبهم هنا مش بالترتيب التنازلي، لان ده السين هي دي عباره عن نقطه يا جماعه صح؟ دي عباره عن نقطه، يعني عندما السين ب4 الصاد ب7، فما ينفعش تيجي ترصهم بالرصه هنا، انت خليتها عندما السين ب12 الصاد ب10، عندما السين ب8 الصاد ب7 اللي هي دي اهي. فانت لخبطت الجدول الاساسي. يعني لو رحت عملتها اللي انت قمت رايح حاطط السين والصاد العناصر دي هنا كده والعناصر دي هنا كده من اللي انت مرتبهم تحت العناصر مترتبه، انت كده بوظت الدنيا، انت كده كتبت مساله ثانيه. تمام. هي ديت عباره عن نقط، عندما السين بكذا الصاد بكذا. فبروح اول حاجه اكتب السين والصاد زي ما موجودين في الجدول. ادي 4 7 8 5 8، ادي 4 7
8 5 8 12. تمام. نيجي دول نرصهم جنبهم 7 6 6 4. ادي 7 6 كل رقم قصاد اللي قصاده 6 4 6 10 6 10. تمام. قلت لك بعدها بنروح نجيب ايه؟ رتب س ورتب ص اللي انا جايبهم اصلا. فمن الاخر هاخد الرتب انقلها انا اهو. رتب س كلها يلا ايه 4 رتب س، فراح ابص على عناصر السين واكتب الرتبه قصاده. مالكش دعوه بعناصر الصاد دلوقتي. الاربعه رتبتها ايه؟ قلت لي رتبتها 6. قلت لك جميل. السبعه رتبتها ايه؟ قلت لي رتبتها 2. قلت لك اجمل. الثمانيه رتبتها ايه؟ لا ثواني انا اللي غلطت اهو. بص السبعه رتبتها ايه؟ رتبتها هنا 4. انا جبتها من الرتب اللي تحت. السبعه رتبتها ايه؟ السبعه رتبتها هنا 4. قلت لك جميل. الثمانيه رتبتها فوق ايه؟ رتبتها فوق 2.5، وانا كان عندي 8 اروح اكتب قدامهم 2.5 و2.5. الخمسه رتبتها ايه؟ الخمسه رتبتها 5. وال12 كانت رتبتها 1 اللي هي اكبر حاجه. كتبنا رتب السين. قلت لك يلا نكتب رتب الصاد. رتب الصاد السبعه الصاد السبعه رتبتها ايه؟ قلت لي رتبتها 2. اللهم صل على سيدنا محمد. الستات الثلاث ستات طلع معايا رتبتهم ايه؟ الثلاث ستات طلع معايا رتبتهم 4. يلا 4 تعال عند السته الثانيه 4. فاضل معايا ايه؟ الاربعه والعشره. الاربعه كان رتبتها ايه؟ رتبتها في الصاد 6. والعشره كانت رتبتها ايه؟ العشره كانت رتبتها 1. قلت لك جميل. شفت هنا موجود ايه؟ فرق الرتب. يعني اطرح الرتب دي من الرتب دي، اطرح دي من دي، اطرحهم من بعض. هو كده كده ايا كان طرحتهم كده او طرحتهم كده، وكده كده انت عايز الفيه تربيع، فالتربيع هيشيل السوالف، فريح دماغك. فتعالى يلا بص يا عم. رتب السين رتب س في فرق الرتب 6 ناقص 2 4. 4 ناقص 4 0. 2.5 ناقص 4 1.5 سالب 1.5. 5 ناقص 6 1 سالب 1. 2.5 ناقص 4 سالب 1.5. 1 ناقص 1 0. جبنا كل فرق الرتب، طرحت الرتب دي من الرتب دي صح؟ يلا نربع الفيه تربيع. 10 افرض قال 1 تربيع يطلع معاك 2 وربع تقريبا. تعال نربعها. ادي سالب 1.5 كل تربيع هيطلع معايا 2 وربع فعلا. سالب انت رحت فين؟ سالب 1 تربيع. جدع. التربيع يشيل السالب، والواحد تربيع 1 سالب 1.5 يطلع معايا 2 وربع. التربيع بيشيل السالب. فكل دول جبت ربعت كله. قلت لي قلت لك يلا روح اجمعهم. قلت لي يلا. ادي 16 زائد 2 وربع زائد 2 وربع زيها زائد 1. انا ليه بجمعهم؟ لان انا اصلا بعمل القانون ده كله عشان انا عايز مجموع فيه تربيع. القانون بتاعي كان بيقول لي ايه؟ تعال نكتب القانون بسرعه يا حماده. القانون كان بيقول لك ايه؟ الر بيساوي. قلت لي جميل. قلت لك 1 ناقص 6 في مجموع الفيه تربيع على النون في نون تربيع ناقص 1. ده القانون بتاع عمو سبيرمان صح؟ فانا بعمل ده كله عشان اجيب المجموع الفيه تربيع. جبنا المجموع الفيه تربيع هيطلع معايا بكام؟ هيطلع معايا ب21.5. 21.5. تمام. جبنا مجموع الفيه تربيع. يلا نروح نعوض في القانون. قلت لي يلا. قبل ما نعوض انا كده جبت المجموع الفيه تربيع ناقص ايه؟ النون اللي انت قلت لي هي ايه؟ عدد العناصر. عناصر كام؟ ادي 1 2 3 4 5 6. جبنا النون يبقى النون بيساوي 6. تمام. قلت لي تمام. يلا نروح نعوض في القانون. الر بيساوي 1 ناقص 6 في مجموع الفيه تربيع. قلنا طلع بكام؟ ب21.5 على النون بكام؟ قلت لي 6 في نون تربيع اللي هي نون اكتبها 6 تربيع ناقص 1. روح ارمي ده كله على الآلة الحاسبة اهو يا عم. 1 ناقص 6 في 21.5 على 6 في
6 تربيع ناقص 1 هيطلع معايا كام؟ هيطلع معايا 38 من 100. هو يطلع معايا 8 3 8 ارقام كتير، بس انت خد اول رقمين. فيطلع معايا بالتقريب 38، بالتقريب هيبقى 39، تقريبا هيبقى 39. ونكتب بالانجليزي ليه؟ تقريبا اكتبها 38 اكتبها 39 بتفرق، بس خلينا نقول بالتقريب هتبقى كام؟ تبقى 39 دي بالتقريب. تمام؟ تمام. والتقريب برضو كنا شرحناه في الحصه التاسيسيه. جبنا كده ايه اللي هو طالبه مني؟ هو كل اللي طالبه مني هنا ايه؟ معامل الارتباط الرتب السبيرمان اللي هو الره. جبت الره طلع معايا 39 من 100. ما تنساش من 100، ما تنساش من 100. تمام. لو جه سالك بقى هو طردي ولا عكسي، هتقول لي اروح ابص على الاشاره، اشارته موجب يبقى طردي، طب اشارته سالب يبقى عكسي. يبقى ده معامل الارتباط واشارته موجب. شرحنا بطريقه الارقام اللي كان عمو بيرسون بيحلها عادي. قلت لي قلت لك بقى يلا نروح نشرح بطريقه الوصف، البيانات الوصفيه بقى اللي احنا اصلا استعنا لسبيرمان عشانها. قلت لي تمام. قلت لك هنحلها ازاي؟ قلت لي بنفس الطريقه، اروح ارتبهم لا اما تصاعدي لا اما تنازلي. بعد ما ارتبهم ارقم، بعد ما ارقم اشوف في حاجه متشابهه ولا لا. لو في حاجه متشابهه اروح اجيب الوسط الحسابي للرتب بتاعهم. بعد ما اجيب الوسط الحسابي للرتب اروح ارص الجدول. الجدول اللي انا قايل لك ان هو فيه ايه؟ في س ص، رتب س رتب ص، فرق السين فرق الرتب قصدي والفه تربيع. بعمل كل ده عشان اجيب الفه تربيع. قلت لك طب يلا نروح نشتغل. هنرتبهم. اول حاجه قلت لي ايه؟ قلت لي تعال نرتبهم تنازلي من الكبير للصغير. اكبر حاجه في التقديرات دي ايه؟ قلت لي ممتاز. في ممتاز ثانيه؟ لا. يلا بعد الممتاز قلت لي جيد جدا. في حاجه ثانيه جيد جدا؟ قلت لي لا. في كام جيد؟ قلت لي في 2 جيد. روح اكتبهم مالكش دعوه بيهم دلوقتي. في 2 جيد. في كام واحده مقبول؟ واحده مقبول. في كام واحده ضعيف؟ واحده ضعيف. تمام. رحنا كتبناهم كلهم رتبناهم تنازلي. قلت لك وبعد ما ارتبهم تنازلي قلت لي راح اجري ارقمهم من غير ما ابص على المقرر. ادي 1 2 3 4 5 6. قلت لك رتبتهم. قلت لي قلت لك تعالى نبص في حاجه متشابهه. الممتاز فيه زيها؟ لا. الجيد جدا فيه زيها؟ لا. الجيد فيه زيها؟ في 2 جيد. اجيب الوسط الحسابي للرتب اللي هو مجموع الرتب على عددها. مجموع الرتب اللي هو 3 زائد 4 اللي هو 7، 7 على عددها اللي هو كام؟ اللي هو 2. يبقى هيطلع الوسط بتاعي ليهم كام؟ 3.5. يبقى رتبة كل واحدة من دول 3.5. جبنا الرتب كلها كده للبتاع. المقبول في متكرر؟ لا. الضعيف في متكرر؟ لا. يبقى جبنا الرتب كده لايه؟ للسي. تعالى بقى نروح للصاد. الصاد قلت لي ايه؟ قلت لي يلا نرتبهم. قلت لك هنرتبهم ايه؟ قلت لي انا رتبت فوق ايه؟ قلت لك تنازلي. قلت لك يبقى تحت لازم يبقى تنازلي. الصاد ترتيبها ايه؟ قلت لي يلا اكبر حاجه الممتاز. قلت لك اكتب الممتاز. قلت لي هيجي بعدها جيد جدا. قلت لك تمام. خلينا نصغر شويه معلش. يجي بعدها جيد جدا. قلت لك تمام. يجي بعد الجيد جدا جيد. في كام واحده جيد؟ جيد واحده. اكتبها. يجي بعدها مقبول. في كام واحده مقبول؟ قلت لي في 2 مقبول. يجي اخر واحده. في كام واحده ضعيف؟ قلت لي في واحده ضعيف. قلت لك تمام. كتبناهم. قلت لي قلت لك من غير ما تقرا. يلا نروح نرتبهم بسرعه. قلت لي يلا. قلت لك 1 2 3 4 5 6. قلت لي تمام. قلت لك رتبناهم جنب بعض. قلت لي ايوه. قلت لك اروح اشوف بقى في حاجه متشابهه. الممتاز فيه زيها؟ لا. الجيد جدا فيه زيها؟ لا. الجيد فيه زيها؟ لا. المقبول فيه؟ قلت لي فيه 2. قلت لك يبقى اروح اجيب الوسط الحسابي للرتب اللي هو مجموع الرتب على عددها. يبقى 4 زائد 5 9. 9 على عددهم اللي هو 2 يبقى كام؟ يبقى 4.5. يبقى يطلع الوسط بتاعي كام؟ 4.5. يبقى كل واحده من دول هتاخد رتبتها اللي هي 4.5. قلت لك جميل. ادي 4.5 وده 4.5. كده احنا جبنا اللي احنا عايزينه من اللي احنا بنعمله ده كله، اللي هو جبنا الرتب. قلت لك بعدين بنعمل ايه؟ بنعمل الجدول اللي كان فيه س ص رتب س رتب ص فرق الرتب ف تربيع. بعمل كل ده عشان اجيب الف تربيع. قلت لك جميل. قلت لي يلا نكتب عناصر السين والصاد. واحد هيقول لي اكتبهم بالترتيب ولا لا؟ قلت لك لا، لازم تكتبهم زي ما موجودين في الجدول، لان لازم الممتاز قدامها جيد. هو بيقول لك عندما السين كانت بممتاز الصاد كانت بجيد، فدول مرتبطين في بعض فلازم اكتبهم قصاد بعض. يبقى ممتاز قصادها كان جيد. بعدين جيد كان قصادها ضعيف. جيد كان قصادها ضعيف. بعدها ضعيف. بعدها جيد جدا مقبول. بعدها
جيد جدا كان قصادها مقبول، بعدها مقبول كان قصادها ممتاز، بعدها ضعيف كان قصادها جيد جدا، بعدها اللهم صل على سيدنا محمد اخر واحده كانت جيد قدامها مقبول. رصيناهم زي ما موجودين في الجدول. قلت لي ممتاز قدامها جيد، جيد قدامها ضعيف، جيد جدا قدامها مقبول، مقبول قدامها ممتاز، ضعيف قدامها جيد جدا، جيد قدامها مقبول. قلت لك تمام. قلت لك يلا نروح نكتب الرتب، وعايز الرتب س صح؟ السين خلي بالك ان احنا هنكتب رتب س عشان ما تتلخبطش. السين الممتاز كانت في السين رتبتها ايه؟ قلت لي الممتاز كان في السين رتبتها 1. قلت لك تمام وروح اكتب 1. قلت لك الجيد كان في السين رتبتها ايه؟ قلت لي الجيد كان عندي 2 جيد، فلما جبت الوسط الحسابي بتاعهم بقت رتبة كل جيد 3.5 صح؟ 3.5. روح اكتب عند الجيد الثانية بتاعت السين 3.5. قلت لك طب المقبول كانت رتبتها، قلت بعدها الجيد جدا رتبتها ايه؟ قلت لي 2. المقبول جبنا رتبتها بكام؟ قلت لي المقبول كان رتبتها ب5، والضعيف كان رتبتها كام؟ 6. كتبنا رتب السين، يلا نكتب رتب الصاد. الجيد في الصاد كانت رتبتها ايه؟ قلت لي 3. الجيد بعد الجيد في الصاد ايه؟ الضعيف في الصاد كان رتبتها ايه؟ قلت لي 6. المقبول في الصاد كان رتبتها ايه؟ قلت لي كان في 2 مقبول، فجبنا الوسط بقت كل مقبول رتبته 4.5. المقبول التاني فين بتاع الصاد؟ ادي 4.5. قلت لك الممتاز كان رتبته ايه في الصاد؟ قلت لي 1. الجيد جدا كان رتبته ايه في الصاد؟ قلت لي 2. جبنا الرتب تمام. يلا فرق الرتب يعني اطرحهم من بعض، كل واحده من اللي قصادها. 1 ناقص 3 -2، 3.5 ناقص 6 هيطلع معايا -2.5، 2 من 4.5 هيطلع معايا كام؟ -2.5. 5 من 1 4، 6 من 2 4، 3.5 من 4.5 هيطلع معايا -1. ربع كل ده يلا. -2 تربيع، التربيع بيشيل السالب يبقى 4. -2.5 تربيع تطلع معايا 6.25. التربيع بيشيل السالب، -2.5 تربيع تطلع معايا 6.25. 1 ناقص 4 تطلع معايا -3. ثواني احنا بنربع. ربع الأربعة تبقى 16. ربع الأربعة هنا برضو هتبقى 16. ربع -1 هيطلع 1. التربيع يشيل السالب بتاع تربيع، والواحد تربيع 1. فأنا بعمل كل ده عشان أعمل إيه؟ عشان أجيب المجموع فيه تربيع، فأنا عايز مجموع القيم دي كلها. يلا يا باشا آلة حسبتك الجميلة. 4 زائد 6.5، 6.25 قصدي، زائد 6.25 زائد 16 زائد 16 زائد 1 هتطلع معايا كل ده كام؟ هيطلع معايا 49.5. تطلع معايا كام؟ 49.5. جبناها 49.5. قلت لي قلت لي يبقى انا كده جبت اللي انا عامل الجدول ده كله عشانه، اللي هو الفهم تربيع. قلت لك طب والنون بكام؟ قلت لي النون عدد العناصر، لو جيت اعدهم الاقيهم 6 اهو. 1 2 3 4 5 6، لو جيت اعدهم الاقيهم 6، يبقى انا كده عرفت ان النون ب6. تمام. يلا نكتب القانون. القانون كان بيقول لك ايه؟ الر بتساوي 1 ناقص 6 في مجموع الف تربيع على نون في نون تربيع ناقص 1 صح؟ صح. قلت لك طب يلا بينا نعوض. ادي 1 ناقص 6 في مجموع الف تربيع، قلت لي بكام؟ قلت لي طلع ب49.5. قلت لك تمام. قلت لي على النون اللي هي 5 في ال5 تربيع اللي هي النون تربيع، اكتبها 5 تربيع ناقص 1 اللي هي 6، معلش اللي هي 6، اكتبها 6 تربيع. قلت لي 6 تربيع ناقص 1. قلت لك يلا نروح نعوض على الآلة الحاسبة. عوضنا نروح نكتب على الآلة الحاسبة على طول. 1 ناقص 6 في 49.5 على 6 في افتح قوس 6 تربيع ناقص 1. قفلنا القوس تك يساوي. طلعت معايا كام؟ -41/100. وتطلع معايا 41/100 بس الإشارة سالب. أنا كده جبت الره اللي هو عايزه واللي هو طالبه في المسألة. قايل لي
احسب معامل الارتباط بس، جبت الر. طب لو انا عايز اعرف طردي ولا عكسي، قلت له روح ابص على اشارته، اشارته ايه؟ سالب، سالب يبقى الارتباط ده عكسي. تمام تمام. نروح بعدها للمساله، ودي مساله تعويض مباشر، يعني هو مش جايب، مش هتعمل جدول ولا وجع دماغ، هو كل اللي هو عايزه ان انت واحد تكون حافظ القانون. هو قال لك عايز معامل ارتباط في الرتب لسبيرمان، اقف لحد هنا وروح اكتب القانون بتاع سبيرمان اللي هو ايه؟ الر بيساوي 1 ناقص 6 في مجموع الف تربيع على النون في النون تربيع ناقص 1. كتبنا ده. يلا نروح نشوف بقى، ومدينا معطيات ايه؟ مديني المجموع فيه تربيع اللي انا عايزها، انا ناقص لي ايه؟ النون. مديني النون قايل لي ب5، يبقى راح اعوض على طول، فيطلع معايا ايه؟ اروح اكتب على طول 1 ناقص 6 في مجموع الفيه تربيع هو اللي ب40 على النون اللي هي ب5، لا 5 تربيع ناقص 1. اروح اكتبها على الآلة الحاسبة وتطلع معايا -1. 1 ناقص 6 في 40 على 5 تربيع ناقص 1، تطلع معايا -1. طب كده عكسي ولا طردي؟ قلت لي عكسي. ليه؟ لان الاشاره سالب. قلت لك طب لو عايز اعرف درجته، قلت لي تام، لان انت قايل لي ان الواحد تام والسالب 1 تام. تمام تمام. كده شرحنا معامل ارتباط سبيرمان سريعا، وان شاء الله هينزل لك بكره او بعده بالكتير الانحدار، عشان نكون خلصنا الباب الاول في الاحصاء عندك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.